هذا الصباح معنا يعني يمكن الاستاذ الدكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، يمكن خبره عظيمه جدا في هذا المجال، بنحاول ان احنا نستفيد منه في بعض المعلومات. دكتور مجدي صباح الخير يا فندم. اهلا، صباح الخيرات. قوي نعرف ان احنا زياده ثاني اكسيد الكربون اللي جاي من عوادم السيارات، اللي جاي من المصانع، اللي جاي من الحرائق، الحاجات دي كلها، الحرق الوقود او الخشب والحاجات دي خلت ان زياده في حبوب اللقاح ده خطيره. بمعنى ان كل ما زاد ثاني اكسيد الكربون عندنا وعند غيرنا، حبوب اللقاح بتزيد في العالم كله، في الانتاج، في الكميات، في الفترات، بتمتد. كان زمان الناس يقول لك حبوب اللقاح في الربيع، لا، ده حبوب اللقاح دلوقتي بقت داخله في الصيف، واللقاح نفسه حبوب اللقاح هم حوالي 900 نوع، فيهم 100 نوع في الشجر اللي هم في الربيع بس، و95 موجودين في الصيف، والحشائش موجوده في الخريف. فوجود الاعشاب بالشكل ده في الصيف، واحنا بلد زراعي كمان، بيخلي فيه فعلا حساسيه لحبوب اللقاح ممتده في اكثر من فصل موسمي. برضو من جديد برضو ان في تغيرات كثيره جدا، من ضمنها هبوب الرياح، واحنا منطقتنا كلها سواء في مصر او في المنطقه العربيه ومنطقه الشرق الاوسط كلها بيسموها الخماسين او الهبوب. المنطقه دي كلها فيها انواع كثيره من الاتربه. الجديد بقى ان ممكن تيجي الاتربه شايله حبوب اللقاح من مكان ثاني، يعني ممكن حبه اللقاح تنتقل حوالي مثلا 100 ميل 160 كيلو، بس ممكن كمان تعبر قارات. الجديد كمان ان ممكن عشان